المشكلة إننا طول ال5 مواسم متعاطفين مع أكتر شخص أناني في المسلسل. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. والتر وايت كان دايما حاسس إنه أذكى من الكل وشايف إنه لازم يبقى متحكم في كل حاجة، اللي هو أنا الوحيد اللي فاهم كل حاجة وأنتوا شوية بهايم لازم تسمعوا كلامي وخلاص. وأكبر مثال على كده هو جيسي اللي كان بيسمع كلامه وبينفذ أي حاجة بيقوله عليها حتى لو الحاجة دي غلط بنسبة 100%. لو انت شايف ان السرطان هو اللي غير والتر وايت فحابب اقولك انك غلطان، لان السرطان كشف حقيقته اللي كانت مستخبية جواه. السرطان شال الخوف اللي هو كان عايش بيه، لان اللحظة اللي عرف فيها والتر انه عيان وهيموت بعد سنة او اقل دي كانت لحظة افراج بالنسبة له، كأنه كان محبوس في دوامة ووضع اجتماعي معين مفروض عليه، وفجأة طلع من الدوامة دي وبقى عنده الفرصة انه يعوض كل اللي فاته ويعيش وهو بيعمل الحاجة اللي بيحبها. يؤسفني اقولك ان مش جيسي بس اللي تم خداعه والتلاعب بيه، لا ده انا وانت وكل الناس اللي شافت المسلسل تم خداعهم. والدليل على كده اننا كلنا بلا استثناء كنا متعاطفين مع والتر وايت وحبينا الشخصيه جدا، لدرجه اننا بقينا بنعديله اي حاجه غلط بيعملها حتى لو عمل مصيبه. يعني انت متخيل يا صاحبي انك كنت متعاطف مع واحد ساب جين حبيبه جيسي تموت قدامه وما لحقهاش وحط سم لطفل؟ انت متخيل تم خداعك قد ايه؟ المسلسل من خلال شخصية والتر وايت قام بالتلاعب بيك بشكل مخيف جدا، وده ينقلنا لنقطة من أعظم النقط اللي في المسلسل وهي تطور الشخصيات. لو جبت واحد ملوش علاقة بالسينما وما شافش المسلسل وجبت له مشهد لوالتر وايت في أول حلقة ومشهد ليه في الموسم الثالث ومشهد ليه في آخر حلقة، أكاد أجزم إنه هيقولك إنهم مش نفس الشخص وإن دول أعمال مختلفة. عشان كده لما بلاقي حد شايف إن المسلسل مبالغ فيه ومستحقش كل الضجة اللي معمولة عشانه دي ببقى مش فاهم دماغه فيها إيه. هو أنت شفت شخصية تم تطويرها بالشكل الواقعي فشخ ده قبل كده في أي عمل فني؟ ده كفاية إن الممثل اللي قام بشخصية والتر وايت كسب 4 جوائز إيمي من أصل 5 مواسم. بالمناسبة جائزة إيمي بتساوي جائزة الأوسكار، بس الأوسكار للأفلام وإيمي للمسلسلات. وعندنا اللي مثل شخصية جيسي كسب 3، ناهيك بقى عن ان بقيت طاقم العمل في المسلسل واخد جوائز وكلهم قاموا باحسن ادوار ليهم في المسلسل ده. والتر وايت مثل اكتر من حاجه مهمه في شخص واحد. اولا هو مثل الاب التقليدي اللي عايش عشان يشتغل اي حاجه عشان يجيب فلوس لعيلته وكل هدفه في الحياه انه يامن مستقبلهم ويحافظ عليهم. وكمان مثل انه شخص كويس وليه سمعه كويسه وسط الطلاب والزملاء اللي حواليه. وبعدها مثل الشخص المكسور والمهزوم بعد علمه بالمهد اللي عنده وبقى كل هدفه انه يعمل فلوس على قد ما يقدر عشان لما يموت عيلته ما تحتاجش لحد. وكمان مثل الحقد والحسد لما كان بيحقد على زميله اللي خد مشروعه واتجوز البت اللي هو كان بيحبها زمان. وبعدها مثل الشخص الأناني المتكبر اللي شايف نفسه فوق الكل وإنه عادي يبوظ حياة واحد زي جيسي عشان بس بيثق فيه وبيسمع كلامه. المهم مصلحة والتر وايت وعيلته. بس حتى في نهاية المسلسل الموضوع بيزيد معاه وبيتحول لأنه بيبقى مهتم بمصلحته الشخصية بس وبيجي على مصلحة عيلته، وده اللي بينتج عنه إنه بيخسر كل حاجة. بيخسر عيلته اللي كان بيعمل كل ده عشانها، وبيخسر فلوسه، وبيخسر نفسه، وبيخسر جيسي صاحبه الوحيد اللي كان بيحبه بجد. فأنت متخيل كمية الحاجات اللي اتعملت من خلال شخصية واحدة اسمها والتر وايت وأنت جاي بكل بساطة تقلل من المسلسل؟ أنا ماشي. أكيد سمعت عن الخطايا ال7 اللي هم الكبرياء والحسد والجشع والشهوة والشراهة والغضب والكسل. أي إنسان في الدنيا بيبقى عنده خطيئة واحدة من الخطايا دول، بس والتر وايت بقى ما شاء الله كان عنده نص الخطايا متهيألي. والتر وايت كان متكبر. Hank, not to tell you your business. وكان طماع. $500,000 in cash. وكان حسود. The science faculty, the staff, Carmen, the vice principal, has the master, and وكان عصبي. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. بس أكتر خطيئة كانت واضحة أوي عليه هي خطيئة الغرور. والتر وايت كان متكبر فشخ فوق ما تتخيل.
هو شايف نفسه فوق الكل، اهم حاجه هو بس، مش مهم اي حد تاني. كان شخص اناني بشكل مبالغ فيه. هديك مثال بسيط. دلوقتي والتر وايت لما لقى ان جين حبيبه جيسي بتموت قدامه وكان بايده انه يلحقها، ومع ذلك سابها تموت عشان يفضل يستغل في جيسي. تعالى نتخيل بقى لو العكس، لو جيسي هو اللي مكان والتر وايت وسكايلر اللي بتموت. هو طبعا كلنا نفسنا تموت، بس لو سكايلر اللي بتموت او ابن والتر وايت بيموت او اي حد عزيز عليه بيموت قدام جيسي، هل جيسي كان هيسيبه يموت؟ مستحيل، صح؟ حتى لو جيسي ليه مصلحة عند والتر وايت، بس مع ذلك مش هيعمل كده. وده يدل على ايه بقى؟ ان والتر وايت ده حيوان مش بني ادم، شخص سيء جدا واناني وبتاع مصلحته، ومع ذلك انت كنت متعاطف معاه. يعني انت طول المسلسل متعاطف مع شخص اناني وبجح، وبتطلع له في حجج ومبررات عشان تهيأ لنفسك ان اللي بيعمله ده صح، مع ان انت من جواك متأكد ان اللي بيحصل ده غلط. وده عشان المسلسل ضحك عليك خلاص. زي ما هتتعاطف معاه تاني حتى بعد ما يسمم طفل ملوش ذنب عشان مصلحته الشخصية، وزي ما هتتعاطف معاه بعد ما يضغط على جيسي ويخليه يقتل المساعد اللي ملوش ذنب في حاجة علشان بس جاز ما يعتمدش عليه ويخلص من والتر وايت. وهنا هو بستغل جيسي تاني، ولسه هيستغله تاني وتالت ورابع وخامس. بص، هو جيسي ده بتاعه طول المسلسل، مش هيسيبه لحد ما يجيب اجله ويبوظ له حياته وهيخليه مريض نفسي. وهنا انا عندي سؤال مهم ليك انت بعد الكلمتين دول، انت بقيت متعاطف مع مين، جيسي ولا والتر وايت؟ مستني اجابتك في الكومنتات. شخصية والتر وايت في الحلقة الأخيرة استوت على الآخر، بقى شخص متقبل الواقع ومتقبل الهزائم والعواقب اللي كانت نتيجة لأفعاله، وبقى متصالح مع نفسه لدرجة إنه اعترف لسكارلر إنه كان بيعمل كل ده عشانه هو بس. كان بيعمل الحاجة اللي بيحبها، الحاجة اللي حس إنه اتولد عشانها وكان مبسوط وهو بيعملها. والتر وايت مش بس كان بيعمل كل ده عشان يجيب فلوس لعيلته، بل عشان هو نفسه كان مستمتع بده. حب يعيش اللي فاضل من حياته وهو مبسوط، حب إنه يبقى ليه اسم وعلامة في تجارة المس، حب السلطة والصيت وإن الناس كلها تعمل له حساب، حب المنافسة بينه وبين أكبر تجار مخدرات، حب المث وتعلق بيه، حب الفلوس لحد ما الجشع والطمع اتمكنوا منه وخلوه طول الوقت مش مكتفي باللي عمله وعايز تاني. لأن لو خدت بالك في لحظات معينة هو كان ممكن يبطل فيها اللي بيعمله ده لأنه خلاص جمع فلوس كتير فشخ، بس مع ذلك كمل، وده عشان هو عايز يكمل، عايز يحس إنه عايش بجد وبيعوض كل اللي فاته قبل ما يعرف إن عنده سرطان. وهنا انت تعاطفت معاه تاني بعد ما كنت خلاص اتأكدت انه ما يستحقش انك تتعاطف معاه. وهي دي عظمة المسلسل يا صاحبي، المسلسل من اوله لنهايته تحفة فنية مخلدة في تاريخ السينما والمسلسلات. ومهما عدى وقت محدش هينسى ان اكتر شخص اناني في تاريخ السينما خلانا نتعاطف معاه ونحب حكايته وقصته، لاننا شفنا نفسنا جواه كأنه انعكاس ليا وليك. مين فينا مش حاسس ان الحياة واخداه من احلامه والحاجات اللي بيحبها ونفسه يعيشها؟ مين فينا لو جاتله الفرصة انه يعوض اللي فاته زي والتر وايت مش هيعمل كده؟ مين فينا ما عندوش خطيئة الجشع وحب المال والسلطة والنفوذ؟ مين فينا جيسي ومين فينا والتر وايت؟ والأهم، مين فينا هايزنبرغ؟ أنا كده خلصت، بس الأفلام لسه ما خلصتش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وبس كده، سلام يا اخواتي.